السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محطة تعلم. في الحلقة اللي فاتت من كورس البريمير اتكلمنا عن افكت كنترولز، والنهارده بإذن الله هنكمل كلامنا عن التوجل انيميشن. لما اتكلمنا عن الافكت كنترولز في الحلقة اللي فاتت شرحنا الخصائص اللي موجودة معانا، البوزيشن والسكيل والاوباسيتي. النهارده بإذن الله هنتكلم ازاي نعمل انيميشن للخصائص دي. خلي بالك ان احنا في الحلقة اللي فاتت اتفقنا ان احنا نقدر نعمل السكيل وليكن من هنا، وكده السكيل يبقى موحد طول تراك الصورة اللي موجود معايا. يعني انا دلوقتي خليت السكيل وليكن 181 هو طول التراك 181. طب انا عايز اعمل السكيل ده يبقى متحرك معايا دلوقتي كبير، بعد كده اصغر السكيل، ممكن ارجع اكبر السكيل تاني، ونفس الفكره اللي انا هطبقها على السكيل ان شاء الله هتطبق على كل الارقام اللي موجوده معايا هنا، سواء البوزيشن او الروتيشن، اي ارقام موجوده معاك هنا وتقدر تطبق عليها الانيميشن بالشكل ده. هنرجع السكيل وليكن 100%. عايزك تلاحظ معايا هنا ان في ساعه جنب البوزيشن والسكيل واي خصائص موجوده معاك هنا. لو انا دلوقتي وقفت مثلا على السكيل وضغطت على التوجل انيميشن، كده انا فعلت الانيميشن، وهتلاقي ظهر معاك هنا حاجه اسمها كي فريم. عايز اتفق معاك الاول على حاجه بسيطه. خلي بالك ان انت هنا معاك مؤشر غير المؤشر اللي موجود على التايم لاين، ولما تحرك المؤشر اللي موجود معاك هنا بيتحرك المؤشر اللي موجود في التايم لاين. المؤشر اللي موجود معاك هنا هو المؤشر طول التراك اللي انت عامل له سيلكشن بس. يعني خلي بالك كده، لو انا جبت اخر التراك اللي موجود معايا هنا هتلاقي اخر حاجه معاك هو اخر حاجه للتراك اللي انا عامل له سيلكشن بس. لو عملت سيلكشن على تراك تاني فالمؤشر اللي موجود معايا هو مؤشر على التراك اللي انا عامل له سيلكشن بس، عكس المؤشر الموجود معايا على التايم لاين. انا اقدر احطه في اي مكان على التايم لاين، مفيش اي مشكله خالص. هنرجع للتراك اللي موجود معانا وارجع للكي فريم اللي انا انشأه. يعني ايه كي فريم؟ يعني انا دلوقتي انشأت مفتاح حركه موجوده معايا هنا حافظ القيمه بتاع السكيل، يعني السكيل لحد اللحظه دي 100%. لو انا جيت اقدم قدام شويه بالشكل ده، دلوقتي عايز اكبر السكيل او اصغر السكيل، وليكن هنعمل تكبير، هضغط واسحب يمين، يبقى انا كده عملت انيميشن ان التغيير اللي حصل في السكيل هيظهر معايا على التايم لاين. عايزك تشوف معايا كده الفكره خلال الوقت الزمني اللي موجود بين الكي فريم هنا. يعني انا دلوقتي عندي الكي فريم ده، لو انا عايز اكبر النافذه اللي موجوده معايا بحرف الزاء، عايز اصغرها بضغط حرف الزاء. يبقى انا دلوقتي نرجع للكي فريم تاني، عندي الكي فريم ده حافظ القيمه بتاع السكيل اللي هي 100%. الكي فريم التاني ده حافظ القيمه الجديده بتاع السكيل 154%. فبالتالي على التايم لاين اللي موجود معاك طول ما المؤشر ماشي هيحصل تغيير في قيمه السكيل من ال 100% لحد ما يوصل للقيمه اللي انا عاملها اللي هي 154. يبقى انا دلوقتي بعمل تغيير في القيم على التايم لاين الموجود معايا، واقدر اكبر او اصغر الوقت اللي بيتم فيه الحركه دي بالمسافه اللي موجوده بين الكي فريمز. يعني انا دلوقتي ده المفتاح بتاع التكبير بتاع السكيل ال 154، ممكن اصغر المسافه بينهم كده بحيث انها لما تكبر بشكل اسرع. بصوا دلوقتي الفكره. يبقى انا دلوقتي فكره التوجل انيميشن ان انا بعمل مفاتيح حركه احفظ فيها القيم، وبعد كده اعمل تغيير في القيم دي على مدار التايم لاين، فبيديني هو ده التوجل انيميشن. ولو حد كان معانا في كورس الموفو الكلام ده بالنسبه له هيبقى واضح جدا من غير اي شرح. طب تعالوا نعمل كده كام حاجه. لو انا دلوقتي عايز اقفل الانيميشن اللي موجود معايا هنا، ممكن اضغط على الساعه كده تاني، هيقول لك هنا ان انت هتقفل التوجل انيميشن، وبالتالي الكي فريمز اللي انت عاملها هتتحذف معاك. بيقول لك انت عايز تكمل هتضغط اوكي، يبقى انا كده حذفت الانيميشن اللي موجود معايا. تعالوا دلوقتي نغير مثلا البوزيشن بالشكل ده. نبدا مثلا نغير وليكن السكيل الاول، الفت اللي هنا اخليه مثلا 25%، ممكن اغيرها يدوي، وليكن اللوجو هيكون موجود معايا هنا في بدايه الفيديو مش ظاهر. دلوقتي انا عايز اللوجو يبدا يدخل معايا في الفيديو. خلي بالك ان اللوجو هنا بره على الفيديو، هو موجود بس هنا موجود بره انت مش شايف. اول حاجه هفعل التوجل انيميشن للبوزيشن، كده انا حفظت مكان اول قيمه اللي هي موجوده معايا بره. همشي شويه ونبدا ندخل اللوجو بالشكل ده. تعالوا دلوقتي تشوفوا الفكره. لو انا حسيت انه داخل بطيء ممكن اقلل المسافه اللي موجوده بين الكي فريمز بالشكل ده، اخد الكي فريم كده احركه
بحيث يدخل بشكل اسرع. طب انا وليكن عايز اللوجو لما يدخل يعمل روتيشن في مكان. خلي بالك دلوقتي انا عايزك تاخد بالك ان ظهر معاك مؤشر هنا عن الكي فريمز. السهم اللي موجود معاك ده بيرجعك للكي فريم السابق للمؤشر، يعني اول كي فريم قبل المؤشر هو هيرجع لك ليه، ولو انا ضغطت تاني هيرجع لي للكي فريم اللي قبله. لو عايز اروح للكي فريم اللي موجود بعده هضغط على السهم اللي موجود بعده. ولو انا عايز انشئ كي فريم حافظ لي اعدادات السكيل او البوزيشن او اي حاجه انا مختارها، هضغط ضغطه فكده انشأ لي كي فريم. نرجع تاني للفكره اللي احنا كنا عايزين نطبقها. هرجع لمفتاح الحركه الاول وهنعمل وليكن توجل انيميشن للروتيشن. انشأت اول حاجه مفتاح حركه، ولما اروح للمفتاح اللي بعده وليكن هعمل روتيشن للوجو بالشكل ده. شوف دلوقتي اللوجو هو داخل. نفس الفكره ممكن نطبقها على السكيل. اول حاجه هدي مفتاح حركه للسكيل واروح للمفتاح اللي موجود بعده، ممكن اكبر السكيل شويه بالشكل ده. يبقى انا دلوقتي عملت انيميشن لدخله اللوجو اللي موجود معايا، عملت له سكيل وروتيشن، وهي دي ببساطه فكره التوجل انيميشن. تعالوا كده نطبق التوجل انيميشن وليكن على الفيديو ده، ما هيبقاش فيه اي فرق خالص. ممكن اعمل تطبيق للسكيل بالشكل ده وبعد كده ابدا اكبر الفيديو. شوف دلوقتي الفكره. لو انا حسيت انه سريع شويه ممكن اوسع المسافات بين الكي فريمز، ممكن نوسع المسافه اكتر. نيجي لاخر حاجه حابب اتكلم عنها في التوجل انيميشن، بس الاول هلغي التراك ده بالشكل ده واعمل ريست هنا ونشيل التوجل انيميشن. دلوقتي عايز اوضح لك فكره تانية تقدر تطبقها وتسهل معاك الشغل. لو انا دلوقتي حطيت تراكين الفيديو اللي موجودين معايا بالشكل ده، وليكن انا قطعت التراكات اللي موجوده معايا فيها تقطيعات كتير بالشكل ده. وانا وليكن انا هعمل زوم ان وليكن بالشكل ده، وعايز الزوم ان يفضل محفوظ على كل القيم. طبيعي ان دلوقتي الزوم ان اللي انا عامله على اول تراك مش هيبقى موجود على التراكات الباقيه، لان ده تراك منفصل وكل تراك ليه الخصائص بتاعته. لازم اعمل يدوي الزوم ان على كل تراك من التراكات اللي موجوده معايا. ولو انا دلوقتي شغال فيديو طويل وفيه تقطيعات كتير، مش منطقي ان انا اي حاجه عايز اعملها هنا هقعد اطبقها على كل تراك لوحده. في فكره بسيطه بنقدر نطبقها عشان نطبق التعديل اللي احنا عايزينه على اي تراك او اي عدد تراكات احنا عايزينها، مفيش اي مشكله خالص. الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي ان من نيو ايتم هضيف حاجه اسمها adjustment layer بالشكل ده. هياخد نفس مقاس الفيديو اللي انا شغال عليه 1920 في 1080، نفس الفريمات، انا شغال 60 فريم، واضغط اوكي. هبدا اسحب اللاير اللي انا انشاته بالشكل ده واضيفه هنا. بس في الاول التراك اللي انا عامل له السكيل هلغي السكيل اللي موجود عليه، هعمل ريست واحذف الكي فريمز. طبعا اللاير اللي انا ضفته اقدر اتحكم في طول اللاير او اصغره، مفيش اي مشكله خالص. تاني حاجه من الافكتس اللي موجود معاك هنا، ودي ان شاء الله قلنا ان احنا هنشرحها بالتفصيل، هتبحث عن حاجه اسمها ترانسفورم، وهتشد الافكت بتاع ترانسفورم اللي موجود معاك بالشكل ده. اعمل دراج اند دروب، بشد واسحب واضيفه على اللاير اللي انا ضفته. هتلاقي ظاهر لك هنا الافكت زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان اي افكت بضيفه على اي تراك بيظهر معايا هنا في الافكت كنترولز. تعال دلوقتي شوف الفكره لما استخدم اللاير اللي موجود معايا هنا. انا وليكن دلوقتي هعمل زوم ان بدايه من المنطقه دي، وليكن هفعل التوجل انيميشن بالنسبه للسكيل ونفعله كمان بالنسبه للبوزيشن، ونمشي شويه ونبدا نعمل زوم ان بالشكل ده، نكبر السكيل وممكن كمان نغير المكان بالشكل ده. دلوقتي في الفكره اللي فاتت لما انا طبقت الفكره على التراك الاول، اول ما دخلت على التراك الثاني رجع لنفس اعداداته الاصليه. دلوقتي عايزك تشوف الفكره لما طبقناها باللاير اللي موجود معانا دلوقتي اللي هو اسمه adjustment layer. تعال دلوقتي تشوف الفكره. خلي بالك ان هو دخل من تراك اهو على تراك تاني، بس هتلاقي الاعدادات لسه متطبقه معاك. طب الاعدادات دي تخلص امتى؟ لما المؤشر يخلص الادجستمنت لاير كده بالشكل ده ويبدا يدخل على التراك اللي موجود بعده.
اللي هو التراك ده هتلاقي القيم رجعت للقيم الاساسيه بتاعتها. شفت دلوقتي اول ما خلص adjustment layer رجع للاعدادات الاصليه. طب انا عايز الاعدادات دي تكمل معايا اللي هي اعدادات الزوم ان والسكيل لحد اخر تراك موجود معايا، يبقى هشد واسحب بالشكل ده. طب انا والله لا، انا عايز الاعدادات تبقى موجوده على اول 3 تراكات بس. هرجعه بالشكل ده، صغر بالشكل ده، وتعالوا كده تشوف. يبقى اول ما ينتهي تراك الادجستمنت لاير الاعدادات اللي انت حافظها فيها هتنتهي، وتبدا الخصائص بتاع التراك الجديد اللي المؤشر دخل يقرا. ملحوظه اخيره، لو انا دلوقتي عايز الغي جزء من الصوت اللي موجود معايا، هضغط الت عشان اكبر التراك اللي موجود معايا واقف على تراك الصوت بالشكل ده، ونعمل سيلكشن على تراك الصوت. قلنا اول حاجه لازم اكون عامل سيلكشن على التراك اللي انا عايز اشتغل عليه. نكبر الصوت بس شويه عشان نلاحظ الفرق. وعايزك تشوف دلوقتي الصوت، خلي بالك ان هو بادئ من مكان المؤشر هنا. طب انا دلوقتي وليكن بعمل فويس او بسجل وكحيت في الفويس، وعايز اوطي الصوت او الغي الصوت في الحته بس اللي انا كحيت فيها. دلوقتي اول حاجه عشان الغي جزء معين من الصوت هي بتكون بنفس الكي فريمز باور. اول حاجه هنشئ كي فريم وانا واقف وليكن هنا، وهنشئ كي فريم تاني قبل. خليك معايا للاخر وانت تفهم الفكره. هنشئ كي فريم وليكن انا عايز الصوت يرجع يشتغل من هنا، وانشئ كي فريم تاني. يبقى انا انشأت هنا 2 كي فريم مع بعض و2 كي فريم هنا مع بعض. هقفل الماوس بالشكل ده واشد واسحب لتحت. خلي بالك دلوقتي ان انا ممكن اكبر الصوت، لو طلعت لفوق يبقى انا بكبر الصوت في الجزء بتاع المفاتيح الحركه اللي انا عامله بس. دلوقتي بقى اعلى حاجه عندي اللي هو 15 دي بي. ولو عايز الغي الصوت اللي موجود معايا خالص في الجزء ده بس، بشد واسحب لتحت. وعايزك دلوقتي تشوف الفكره ان الصوت اتلغى في الجزء ده بس اللي انا عامل له كي فريمز ومنزل ومخليه صفر. واول ما يبدا من هنا هيبدا الصوت يرجع معاك، مفيش اي مشكله خالص. نفس الفكره لو عايز الصوت يعلى اعلى حاجه موجوده معاك، هشد واسحب لفوق، واول ما الصوت يرجع للكي فريم ده هيبدا يمشي صوت عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. وكده نكون خلصنا كلامنا عن التوجل انيميشن. يا رب يبقى الدرس سلس وسهل وبسيط. يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك وسبسكرايب، ولو في اي اسئله فانا معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.